رسميا المغرب بطل كأس إفريقيا 2025. خبر صدم جميع المغاربة خصوصا الناس اللي متبعين كرة القدم. هادشي اللي خلى هذا الخبر يطلع فايرل ديال بصح في اقل من ساعة ديال المكان. ولكن السؤال اللي كيتطرح علينا في هذا الفيديو، واش هذا الخبر صحيح 100% او لا غير اشاعات؟ السلام عليكم. الا تهبط دابا دير واحد لايك وسبسكرايب باش كل جديد يوصلك، ونبداو مور الانترو. اول حاجه غادي نشوفوها هو شنو السبب اللي خلى الكاف انها تفتح عاوتاني قضيه وتشوف وتعطي للمغرب كاس افريقيا. والسبب هو بعد الضغط الكبير اللي كان على الكاف، فين تما غادي تفتح قضيه اخرى اللي غادي تبحث فيها ديال بصح. ولا بغيتو تزيدو تفهموا في هذا الشيء، ما عليك الا تمشي لهذا الفيديو، لا خليكم في الديسكريبشن الدراري. سو كما قلت لكم، بعد البلبله اللي وقعت في المغرب وداكشي كامل اللي وقع، قررت الكاف انها تفتح واحد القرار فين تما غادي تراجع فيه كاع الملفات اللي وقعوا في النهائي، وبعدها غادي يتم اصدار بعض العقوبات على المغرب والسنغال. وفين تما المغاربه كلهم غادي يتعصبوا ويبداو كيديروا في الهاشتاغات. هادشي اللي خلى الكاف انها تعصب ديال بصح ودير اجراء خطير ديال بصح، واللي هو مراجعه جديده للنهائي ديال كاس افريقيا. ولكن بعد المراجعه شنو غادي يوقع؟ بعد هذه المراجعه غادي يتم الاعلان على المغرب انه بطل كاس افريقيا. والسبب هو الاحتجاجات اللي كانوا دايرين اللاعبين ديال السنغال بعد الخروج ديالهم من الملعب. وهذا الشيء كما كتعرفوا انه غير قانوني في مره، لانه ما يمكنهمش يخرجوا من الملعب بدون اذن الحكم او لا بلا ما ياخذوا شي بطاقه صفراء او لا التعرض للاصابه. هادشي اللي خلى الكاف انها تاخذ في حق السنغال اجراء اللي بحال هذا. صراحه هذا النهائي كيبقى من احمق السيناريوهات اللي دازوا في تاريخ البطوله. فين تما هذا النهائي غادي يشهد بزاف ديال الحوايج، خروج اللاعبين، صراع بين الجمهور، عقوبات لكلا الفريقين، سحب الكأس للفريق واعطاه الفريق اخر. يعني هادشي غادي يبقى ذكرى ويبقى مخلد في التاريخ. هذه بعض المعلومات اللي قدرت انني نعطيها لكم في هادشي اللي واقع. كما كتعرفوا اي حاجه جديده زادت وقعت فما تخافوش غادي نعطيها لكم الدراري. لكن هادشي خص ضروري يكون شي سيبورت، واللي هو واحد لايك وسبسكرايب باش كل جديد يوصلكم. كان معكم بيباس. بيس.